سيطر المنتخب المغربي على الكرة في معظم فترات المباراة، بينما حصلتم على فرصة واحدة تقريبا للتسجيل واستغللتموها. ما رأيك في أداء المنتخب المغربي؟ وسؤالي الثاني، هل تعتقد أنه من العادل أن يلتقي المنتخبان في هذا الدور من البطولة؟ بالطبع إنها قرعة صعبة عندما تتجاوز دور المجموعات ثم تواجه منتخبا بهذه القوة، وينطبق الأمر نفسه على المغرب أيضا، لكن هذه هي طبيعة البطولة وعليك أن تكون مستعدا لذلك، فكلا المنتخبين كان يريد مواصلة المشوار والتأهل إلى الدور التالي، وقد بذلنا جميعا طاقة كبيرة لتحقيق هذا الهدف. المباراة كانت متقلبة وشهدت العديد من التحولات. ربما كان المغرب أخطر منا في بعض الفترات وصنع فرصا أكثر، لكننا تقدمنا بهدف دون رد، وفي الدقائق الأخيرة لم أشعر أننا كنا نمنحهم الكثير من الفرص، كما أنهم لم يجدوا الحلول بسهولة. ثم جاءت كرة عرضية سقطت في المكان المناسب وانتهت داخل الشباك، ومن المؤلم جدا أن يحدث ذلك في الوقت الإضافي، وبعد ذلك شاهد الجميع كيف حسمت ركلات الترجيح. ولم يحالفنا الحظ أيضا، فإذا نظرت إلى الركلة الثانية للمغرب ستجد أنها دخلت في النهاية بعد أن اصطدمت بكعب حارسنا بارت. كان ذلك سوء حظ كبير، لأنه لو أضاعوا أول ركلتين وسجلنا الركلة الثالثة لكنا تقدمنا بنتيجة 2-0 في ركلات الترجيح، وعندها كانت القصة ستختلف تماما، وربما كنت سأجلس هنا الآن بمشاعر مختلفة. رونالد، لدي سؤالان. أولا، في ركلات الترجيح هل كان أول 5 منفذين هم بالفعل الذين خططت لهم، أم اضطررت إلى تغيير الخطة بعد إصابة كودي خاكبو وخروجه؟ إلى حد كبير نعم، ولهذا السبب كان آخر تبديل بإشراك جاستن، لأننا كنا نعتقد أنه من أفضل منفذي ركلات الجزاء لدينا، وفي النهاية أهدر ركلته، وهذا مؤلم جدا بالنسبة له. ضم تقييم أوسع لما حدث، وإلى أي مدى يمكنك تحليل ما جرى؟ أستطيع تحليل هذه المباراة فقط وليس البطولة بأكملها، ولا أريد الآن التحدث عن خيبة الأمل أو الإقصاء، فسيكون لدينا الوقت الكافي لذلك غدا وفي الأيام المقبلة. أما عن المباراة نفسها فقد سارت إلى حد كبير كما توقعت. لقد غيرنا أسلوبنا الدفاعي ونجحنا في تقليل الفرص التي منحناها للمنافس مقارنة بالمباراة الأولى، وهذا أمر إيجابي، لكن في المقابل قدمنا مردودا هجوميا أقل. كنت أعتقد أننا قادرون على تشكيل خطورة أكبر عبر الجهة اليسرى، لكن ذلك لم يحدث بالشكل الذي أردناه، كما وصلنا عدة مرات بصورة جيدة من الجهة اليمنى، إلا أن التمريرة الأخيرة كانت غالبا غير دقيقة. أما المنتخب المغربي فكان خطيرا جدا في الكرات الثابتة بفضل ظهيره الأيمن، وأعتقد أن المهاجم البديل حصل على أخطر فرصة لهم عندما كانت النتيجة 1-1، لكن حارسنا بارت تصدى لها ببراعة. كنا داخل أجواء المباراة حتى النهاية، لكن عندما تستقبل هدفا في تلك اللحظة يكون الأمر مؤلما للغاية، لأنه يقودك إلى الأشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح، وفي النهاية لم يكن الحظ إلى جانبنا. رونالد، مرت 825 يوما منذ آخر مرة لعبت فيها ب5 مدافعين. لماذا قررت فجأة اعتماد هذا الأسلوب خلال البطولة؟ في مباراتنا أمام اليابان وتونس دافعنا أيضا ب5 لاعبين، لكن هذه المرة لعبنا بخط دفاع خماسي حقيقي عند فقدان الكرة. يمكن للجميع أن تكون له وجهة نظره، لكن الحقيقة أننا منحنا المنافس فرصا أقل بكثير أمام منتخب أقوى مثل المغرب مقارنة بما حدث في مباريات سابقة. ولو عاد بي الزمن لاتخذت القرار نفسه مرة أخرى، لكنني أعرف كيف تسير الأمور عندما تكون مدربا لمنتخب هولندا. لو لم يسجل المغرب هدف التعادل في الوقت الإضافي لكنت الآن أتلقى الإشادات. أما الآن فأعتقد أنني سأتعرض لانتقادات كبيرة فقط لأنني اخترت اللعب ب5 مدافعين، لكنني أكرر أنني رأيت هذا الخيار ضروريا. لقد ناقشت الأمر مع اللاعبين وهم اقتنعوا به أيضا، لأننا كنا نمنح المنافسين مساحات وفرصا كثيرة في المباريات السابقة، ولو حدث ذلك الليلة أيضا لما وصلنا أصلا إلى الأشواط الإضافية. هذا هو رأيي، وأنتم ترونه بطريقة مختلفة، ومن حقكم انتقادي. أنتم تشاهدون المباراة من الخارج، أما أنا فأعرف ما يدور داخل المجموعة، وأعرف ما كان يجب علينا تحسينه، وقد حاولت القيام بذلك بهذه الطريقة. وأكرر مرة أخرى، لو أتيحت لي الفرصة لاتخاذ القرار من جديد لاخترت الأسلوب نفسه. ألا تعتقد أن مدرب المغرب قد قال لنفسه إنكم غيرتم أسلوب لعبكم لأنكم تخشون مواجهتهم؟
الأمر لا يتعلق بالخوف إطلاقا، لا علاقة له بالخوف أبدا. لماذا سنخاف؟ لقد لعبنا ب3 مهاجمين في أرض الملعب، إذن لا يمكن الحديث عن الخوف. المسألة تتعلق بتحسين تنظيمنا الدفاعي وليس بالخوف، كما أن من الطبيعي أن تقوم بتحليل منافسك وتتكيف معه. يمكننا مواصلة هذا النقاش حتى الغد إن أردت. لديك رأيك وأحترمه تماما، وهذا حقك، لكنني أرى الأمور